ومبارك عواشر للجميع، ومبارك ورمضان مبارك على الأمة الإسلامية، والله ينصر سيدنا. الحاجة اللي كيستهلكوها المغاربة أجمعين في رمضان، خصوصا كاين الشباكية، كاين السلو، كاينين الفواكه، كاين الله يحسن العوالي كاع ما تياكل الفواكه طال رمضان. ولكن مدينة أكادير تختص في استهلاك السمك، بحكم أن مدينة بحرية وفيها الخير ديال المغرب تبارك الله. السمك هو اللي تيستهلك في المغرب بزاف في مدينة أكادير. بالنسبه للحوايج اللي كيستهلكوا الناس بزاف في رمضان راه باينين، الخضره بزاف والحوت وشنو اخر، الزيت العود، الزيت السيور، كاع داكشي اللي باين، داكشي راه باين. غير في هذا رمضان بزاف تيكون داكشي كثير. اليوم في الموضوع هو ان الحوايج اللي كنستهلكوا في مائده الافطار ولا في رمضان، فمن الحوايج الاكثر استهلاك هو الحوت. هذا الحوت هذه حاجه ضروريه في المائده ديال الافطار، وكذلك البيض حتى هو من الحوايج المهمه. الحليب، اتي هذا لا نقاش فيه، لان اتي من الحوايج اللي هي ضروريه في المائده. ما نهضرش على الحريره ما كاينش عائله مغربيه ما كديرش الحريره في الفطور، فبجميع المقومات ديالها. وكذلك كاين بزاف التمر حتى هو التمر، وشي حاجه ديال الليمون، العصير هذا من اكثر، العصير لا الليمون لا تاع الفواكه هذو من اكثر الاستهلاك. انا كنستهلك البيض والحريره والشباكيه كلشي. دابا مع هذه الازمه الطاجين صافي، الطاجين ديال الفرماج. المهم بالنسبه للحوايج اللي كيتسالكوا في رمضان راه باينه، القوم ديال الحريره، الروز، العدس، الشعريه، الى تهلات فينا الوالده كدينا شي طريفات ديال اللحم باش دوز ديك الحريره، والبيض، الحليب، اتاي، العصير الا كان الصاد، والوالد الله يسمح ليه راه ما كدي حق الجيبي درنا البيتزا. هو بالنسبه للحوايج اللي كنستهلكوا بالنسبه لمائده الافطار هو الحليب، الدقيق اللي كنعجنوا به يوميا، اللي يسمح لنا من الوالدين هما اللي كينشغلوا في الكوزينه وراك عارف. وكنطالبوا من السي خنوش يشوف من حل المساكن، راه القليله اللي كيخسر البوفري في النهار راه هي واحد 150 درهم حتى 200 درهم. دخل السويقه راه ما غاديش تخرجها معاك، كون على يقين. وهادو هما الحوايج اللي كنستهلكوا، البصله، بطاطا، الحريره، يعني كاع جميع المقومات ديال الافطار.